الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفوا قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. النهاردة كده بقى جاي لكم بفيديو جديد. ما ينفعش يعدي العيد غير لما كنت أعمل الحركة دي. عندي البار مقلوب، كل ما بعوز حاجة طبعا البار انا حاطه فيه باقي الصيني اللي انا بستخدمه عموما في المطبخ، لان النيش بتاع المطبخ بتاعي صغير، فانا حتى تكملة الصيني في البار والحاجات دي كده كده انا بستخدمها. بروح بقى اسحب حاجة بعمل حاجة فما بحطهاش صراحة في مكانها، فكان البار الناحيتين مقلوبين. النيش بتاع المطبخ كان مطرب ومش قادرة اقول لكم كان المنظر عامل ازاي. فخلاص داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا الايام بخير، والسنة الجاية يا رب يا رب يا رب كلنا نبقوا على جبل عرفات باذن الله. ويشفي كل مريض اللهم امين. المهم هروح بقى كده افضي. طبعا انا وريتكم النيش بتاع المطبخ كان عامل ازاي ومتطرب ازاي، فحبيت ان انا اغير المفارش بتاعه البار هنا نضيفة، مش محتاجة ان انا ان انا اغسلها او حاجة، هو بس متبهدل. كان فيه بس كده شوية تراب ده. وبعد كده كان عايزة ارص الحاجة كده بطريقة حلوة، ولما اجي اسحبها يكون سهل في ان انا اسحب الحاجة. اول حاجة كده فضيت كل اللي كان فيه. طبعا شفت يونس وهو كان بيفتتح البار. نفضت كده ورشيت شوية ملمع ولمعت الخشب، وهحط المفارش هي وبحب ان انا احطها بالشكل ده، ان تكون الوردة كده نازلة بتبقى شكلها حلو جدا. هبتدي بقى ان انا ارص الحاجة. طبعا انا مش شاطرة في رص الحاجة، بس انا اللي رصة الحاجة. انا اللي كنت رصة حاجة جوازي، انا اللي رصة النيش بتاع السفرة. يعني اهو على قدي، على الحاجة اللي انا شايفاها مرتاحة ليها. ممكن راسي ما يعجبش حد، او ان طريقتي ما تعجبش حد، مش مشكلة، بس انا بحط الحاجة بالطريقة اللي انا حباها، او الطريقة اللي هي تكون سهلة عليا ان انا تكون الحاجة قريبة من ايدي. ماشي، هخلص بقى كل اللي كان فوق ده. وبحب كمان احط اللي هي السرفسات دي، بحب احطها على العلاقات او السندات دي. سندات بلاستيك كده بتبقى تحفة حلوة قوي. كمان انا كنت جايبة منها للنيش الحجم الكبير والحجم الصغير. بيتحط عليها الصحون كده او السرفسات، بتبقى برضو شكلها حلو قوي، بتدي شكل حلو. بدل ما بتنيمي الحاجة مثلا بتبقى واقفة كده، بتبقى منظرها حلو. حطيت برضو البولة بتاعت اللي هي الشوربة او طقم الخشاف، حطيته كده في البولة، حطيتها كده في الوش، وحطيت حواليها 3 بولات كده، وحطيت ال3 بولات التانيين في الاطباق بتاعه الغرف. الاطباق دي انا كده بستخدمها لما بيبقى عندي عزومه او حاجه، بطلعها بستخدمها. وحطيت المعالق كده حواليه، وحطيت طقم القهوه. انا عندي ما شاء الله طقم تاني قهوة في النيش، وعندي طقم تاني قهوة في النيش بتاع المطبخ، فده انا مش بستخدمه، فانا حطاه كده على جنب. انا كنت جايبه طقمين اللهم اهدني بالشهاده. كنت جايبه نص طقم للنيش، والطقم ده كامل انا اللي هو عليه الوردة البينك دي كنت جايباه للمطبخ كده برضو كامل. المهم برضو حطيت البايركس كده من تحت، لميت كل البايركس كده مع بعض عشان يكون قريب مني، لاني على طول بسحب منه او بستخدمه. رحت بقى على الضرفة التانية كانت مليانة كوبايات كده على بعض. حبيت ان انا احط كوبايات تانية. قلت اغير، مادام انا عمالة ما شاء الله عندي كام دستة، فقلت اطلع منها
يعني اهو تغيير. وشلت اللي انا كان في المطبخ، شلته وحطيت كله جديد اول مرة كنت استخدمه. طبعا انا بمسح الحاجة قبل ما برصها. وفي الحاجات اللي انا حطيتها في النيش بتاع المطبخ، كل النيش اللي كان في المطبخ ده انا نزلته وغسلته ونشفته كويس. وبعد كده بدأت ان انا ارص الحاجة. حبيت ان انا احط الحاجة على نظافة، لان انا بستغرب التراب ده بيدخل. طبعا انا برضو قبل ما بستخدم الحاجة بكون غسلاها كويس. بستغرب التراب دخل ازاي. يعني انتوا شفتوا النيش بتاع المطبخ كان في الاول خالص في اول الفيديو، مش قادرة اقول لكم التراب كان عامل ازاي. المهم بقى هنا نرجع تاني لمرجوعنا. الضرفة دي انا حاطة فيها كان فيها حلل طقم حلل كده ما كنتش بستخدمه، قلت اشيله تحت السرير، ملهوش لازمه ان انا احطه في البار. حطيت هنا الكوبايات بتاعه العصير اللي انا مش هستخدمها من غير شر دلوقتي. في اللي هي صواني التقديم، برضو انا عندي صواني تقديم تانية في المطبخ. حطيت الصواني دي انا ما بستخدمهاش. في حاجة اسمها هون كده بتاع حماتي ربنا يرحمها يا رب. حاطه الفوانيس اللي هي بطلعها في رمضان. طقم البهارات الازرق ده برضو انا ما بستخدمهوش، كده صغير موزعاه كأنه ديكور. حطيت الترمس، يعني الطقم بتاع لما الابن بالشهادة الشوربة، برضو عندي طقمين شوربة فانا برضو ما بستخدمهوش. هندخل بقى كده على النيش بتاع المطبخ. بصوا تراب مش قادره اقول لكم. طب انا قافلاه، انا قافله الضرفه، التراب ده بيدخل ازاي؟ المهم شلت المفارش كده. هبدا بقى ان انا ارش كده ملمع ازاز. الفوطه دي اللي انا بمسح بيها يعني حلوه نوعا ما، لسه جايباها بس بتلم التراب كويس جدا. المهم بقى هلمع كده كل الازاز من بره ومن جوه، النيش من جوه، وخليته زي الفل بيلمع. وهروح اجيب بقى ملفارش نضيفه انا كنت فرشاها قبل كده بس حبيت ان انا يعني اغير. المهم حطيتها بقى كده، وكنت انا حاطه طقم شاي وقهوه من فوق خالص. فانا من عشاق الشاي والقهوة، فبحب اشربهم في الفناجيل وكده. فكل ما اطلع يعني عشان بعيد عن ايدي، فبخاف ان حاجة تتكسر او حاجة تقع تتكسر. فنزلته الفناجيل فناجيل الشاي وفناجيل القهوة نزلتهم في التاني رف. وحطيت في الرف الاولاني طقم الشربات اللي هو بيبقى كده دورق ومعاه الكاسات بتاعته. وحاطه برضو جنب حواليه كاسات تانية لما بيجيلي حد باخد له الكاسات دي. ما بستخدمش صراحة الكاسات اللي هي في النيش. وعايزة اعمل برضو النيش بتاع السفرة، عايزة اغير فيه شوية تغييرات كده. عايزة احط طقم الشاي هو اللي من فوق، والكاسات دي انزلها من تحت. ممكن اظبط كده لو ربنا قدرني وان عرفت ان انا اعمل الحركة دي قبل العيد تمام. ما خلاص ما ادانيش يونس فرصة، هسيبه على كده. طبعا الحمد لله البيت معايا مش قد كده، في شوية كده تعديلات يعني حصل شوية يعني ظرف كده. البليعة اللي كانت في المطبخ كانت مسدودة، يعني الدنيا اتبهدلت، المطبخ مقلوب. فممكن الفيديو الجاي هكون معاكم. طبعا انا غسلت كل المواعين، بس عايزة اظبط المطبخ بقى كده ان شاء الله، ونديله مسحة كويسة، نفرش مفارش تحت الحوض تاني عشان العيد، دخلت العيد. المهم بقى خلصت كده وشفتوا زي ما وريتكم النيش انا رصيته بالشكل ده. حطيت صينيه التقديم برضو دي مش بستخدمها ما شاء الله كبيره، دي بطلعها لما حد بيجيلي. فانا وجوزي يعني نفرين بستخدم اللي هم البلاستيك الصغيرين دول.
عندي 2 دول انا بستخدمهم، لكن اللي هي الكبيرة قوي دي حطيتها في النيش من ورا كده لما حد يجيلي بستخدمها. المهم بقى طلعت كمان طقم الكوبايات اللي هو اللي لونه ازرق ده، اول مرة برضو استخدمه، غسلته كويس جدا ونشفته وحطيته بقى كده في الدولاب. حطيت برضو كان بابا الله يرحمه جايب لي طقم لعب كده، بس هو صيني، طقم قهوة انا حباه جدا برضو، رصيته كده من تحت. هو مش كامل، هو للأسف كنا زمان كنت بحب ان انا اطلعه والعب بيه فكسرته، فدي بقى ايه كده من ريحته. المهم برضو زوقت بيه كده النيش من تحت. كمان في اللي هي اللي زي العجلة دي عليها كده باقة ورد، انا على طول كنت حطاها على الرخامة، ساعات بحس ان هي بتتبهدل لان المطبخ عندي صغير ويونس بيشدها، فقلت احطها في النيش كده، وخلصت الحمد لله نيش المطبخ. المهم بقى كده رشيت جلانس كمان من بره، ولمعت الازاز من بره ومن جوه لانه كان معشق تراب. طبعا بقى لسه الدولاب عايز يتمسح، دولاب المطبخ بالكامل، التلاجة عايزة تتعمل، السيراميك بتاع المطبخ، الشفاط، كل ده ان شاء الله ممكن الفيديو الجاي نعمله كده والم المطبخ، لان كل المطبخ بتاعي في اوضة يونس، لان الدنيا كانت متبهدلة والحمد لله يعني قدرنا نسيطر على الموقف وظبطنا الدنيا. بس بقى كل المطبخ انا كنت غسلاه ومطلعاه بره، فعايزه بقى الم الدنيا كده وارجع كل حاجه مكانها، عشان ان شاء الله ممكن يوم الاحد عندي ضيوف جايالي فما ينفعش يجوا ويلاقوا البيت كده. المهم بقى دخلت كده على البلكونه، كان عندي شويه غسيل لميته، وبعد ما لميته نشرت، وبعد ما نشرت بقى وقفت قلت كده ايه بالمرة بدل ما اشيل الغسيل بالشكل ده وهحطه على السرير ومش هاجي جنبه لاني كنت نازله رايحه عند ماما، قلت لا اطبقه بالمره وانا واقفه. طبعا يونس مستكت رايح جاي في البلكونه رايح جاي وبيلعب في حاجه باباه، فربنا الهادي. المهم بهدل نفسه، دخلت بقى بيه كده اديته دش، وكان في شويه غسيل كده برضو طبقتهم وظبطت اوضه النوم. طبعا اوضه النوم كانت مبهدله، انا بس حبيت ان انا يعني انا بوريكم بشارككم يومي كان ماشي ازاي. كان في غسيل انا اللي هو في البلكونه اللي انا طبقته ده شلته حطيته في حطيته في الدولاب، وهنا كان في غسيل تاني في اوضه النوم لميته وطبقته برضو حطيته كده على جنب. ويونس اخد شاور حلو وظبطت كده بقى اوضه النوم وخليت اوضه النوم زي الفل. هنا بقى كنت بوريكم بعمل شغل اللي هو الشنط اللي هي الشبك الكرنفا دي، حلوة جدا، هبقى اوريها لكم لما تخلص باذن الله. خلصت بقى كده يعني اوضه النوم وظبطت الدنيا، هدخل بقى لميت كل المشايات اللي كانت موجوده في الشقه وهغسلها. بحب احط قوي على المشايات اللي هو الصابون السائل وشويه كلور كده، وخليت المشايات زي الفل كده الحمد لله. ما عنديش مشايات تانية مش نضيفة، بس هو اللي فيه مشايتين لسه اللي هي في الصالون ومشاية في أوضة يونس. بس كده هنا بقى كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.